السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل ملفي طريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل كمية وفيرة جدا وأحلى كتير من بره. وشوفوا بقى لو عملنا الكمية دي مش هتكلفنا زي ما هنشتريه جاهز، وكفاية انه معمول في البيت. تعالوا نشوف الطريقة. وقبل ما أبدأ المكونات ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وفي البداية احتجت البوكس من الملفي، في علبة كده بتكون موجودة عند الحلوانية أو بيع المستلزمات بتاعة الحلواني. الملفي ده بيكون موجود عندها، فهنحتاج بوكس واحد بس. وكمان كان عندي الكريم باستري، وهسيب لكم طريقة عمل الكريم باستري في البيت في صندوق الوصف إن شاء الله. وفي البداية كده بدأت إن أنا أفك الأكياس اللي موجودة على الملفي، ولازم يكون الأقراص كده كاملة موجودة، لأنه لو اتفتتت هتبقى زي أم علي، فأنا عايزاها كاملة زي ما هي. وبعد كده حطيت بقى الطبقات بتاعة الملفي وهبدأ إن أنا أقسمها. في البداية هنجيب مسطرة ونبدأ إن احنا نقسمها بالسنتيات علشان ما نتلخبطش. هبدأ بقى إن أنا أجيب مسطرة علشان أقسمها بالسنتيات علشان كله يكون مقاس واحد، وهبدأ أخد 4 أو 5 سنتي وهقسم الملفي اللي موجود. أهم حاجة يبقى كله قد بعضه، وإن القطعة اللي انتي عايزة تعمليها تاخدي السنتيات على مقاسها بالظبط. زي ما احنا شايفين أنا بالسكينة باخد مقاسات الملفي عشان لما اجي أقطعها تتقطع كلها مقاسات واحدة. وبكده خلاص أخدت المقاسات بتاع الملفي اللي موجود، وبدأت بالسكينة إن أنا أقطعه. وعايزة أقول لكم بقى إن إحنا ينفع نعملها كاملة زي تورتة الملفي. إن شاء الله هنعملها مرة تانية. هنعمل تورتة الملفي، وبعد كده لما الطبقات دي تكون طرية تقدر تكون سهلة جدا في التقطيع، ونقسمها لقطع من الملفي زي ما إحنا هنشوف. أنا كده زي ما إحنا شايفين بقطع الطبقة اللي موجودة عندي علشان أبدأ إن أنا أقطعها بالعرض كمان. بالظبط هتتقسم نصين، يعني هي اتقسمت على 5 قطع من الطول، وهتتقسم على قطعتين من العرض. وبرضو أخدت المقاسات علشان كل المقاسات كلها تكون واحدة، وهقسمها بالنص بالطريقة دي. وبكده خلاص زي ما احنا شايفين ادي الطبقات اللي احنا قطعناها لقطعة من الملفي. نفس المقاسات اللي انت عايزاها تقدري تعمليها. ممكن تعملي ميني ملفي، يعني تقدري تقطعي مش بالنص، تقدري تقطعيها على 4. وده الكريم باستري، وحاسب لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف، كنا عملنا فيديو عنه تقدري تشتريه جاهز. وادي بقى الملفي اللي موجود، والكريم باستري حطيناه في كيس من الأكياس بتاعت الحلواني، وبدأنا نشتغل على طول في الملفي أو قطع الملفي اللي اتفقنا عليها. أنا كده بختار القطع بتاعة الملفي اللي تكون كويسة، لأن هي تكون طبقة أولى. وتعالوا نشوف، لأنه طبعا بيبقى فيه بعض الديفوهات كده بنقدر إن احنا نحطها في وسط الملفي، يعني ما بتكونش طبقة أساسية أو طبقة أولى. وبعد كده بكيس الحلواني بدأت إن أنا أحط شوية شوية من الكريم باستري عليها من الوسط. عملت طبقة وحطيت عليها طبقة ملفي كمان، وادي كمان طبقة من الكريم باستري. وزي ما احنا شايفين القوام بتاعه ما يبقاش سميك أو رفيع قوي، ولكن هو ده القوام المطلوب علشان يبدأ يمسك في الطبقات. وكمان الطبقات ما تكونش ناشفة، يعني بتكون طرية جدا. ويفضل انه يتعامل من بالليل للصبح علشان يبدأ الملفي يكون طري شوية، ما يبقاش ناشف أو جاف على الأكل يعني. وهنخلص باقي الكمية وهرجع لكم تاني. وبكده خلاص أنا خلصت كمية الملفي اللي موجودة، حطيت فيها طبقات كريم باستري. وبعد كده هبدأ إن أنا أخد الملفي هوسع كده المكان علشان أعمل الطبقة الأولانية. أنا اخترت إن أنا أحط الطبقة الأولى كريم باستري، ولكن تقدري تستبدليها بكريم شانتيه أو كريمة السكر اللي هي بتكون سكر بودر ومية أو لبن، علشان نقدر إن احنا نعمل طبقة السكر دي. ولكن زي ما تحبي تقدري تعملي الوش براحتك جدا. وادي كده بالسباتيولا أنا بدأت إن أنا أفرد الكريم باستري اللي موجود على قطعة،
وكمان في بقى مربى مشمش، ودي أشهر حاجة بتبقى موجودة على الملفيه، نفس النوع ده زي ما باقول لكم اللي هي مربى المشمش، وكمان اللي هي مفرومة ما بتكونش فيها قطع. هابدأ إن أنا أحطها في أي كيس أو كيس حلواني علشان أعمل الخطوط اللي بتكون على الملفيه من فوق. وهي دي بقى الخطوط اللي إحنا بنبدأ نعملها على الكريم باستري علشان تدي شكل الملفيه اللي بنشوفه برا. أنا عملتها من مربى المشمش زي ما اتفقنا. لو حابين تعملوها بعجينة السكر أو صوص السكر مفيش أي مشكلة، ولكن كريم باستري هيكون أخف. وبطرف السكينة وبدأت أعمل خطوط علشان ألخبط شوية الشكل بتاع المربى زي ما بنشوفها برا بالظبط. والمرة التانية أو القطعة التانية اللي هنعملها حبيت إن أنا أحط على الوش مربى مشمش علشان أغير شوية من الشكل، ويكون عندنا قطع يعني لونها غامق شوية وقطع لونها فاتح، وطبعا على حسب الرغبة تقدري تحطي صوص شوكولاتة كمان وعليه من فوق كريم باستري أو كريم شانتيه عادي جدا. تقدري تبدعي زي ما انتي عايزة أو على حسب المتاح عندك. وادي بقى المربى بتاعة المشمش أنا بدأت أفردها على قطعة الملفيه، وبعد كده هتكون جاهزة جدا علشان يتحط عليها طبقة الكريم باستري أو الخطوط بتاعته. وهبدأ أعمل كده خطوط بالكريم باستري، وكمان ينفع زي ما قلتلكم يا إما طرف السكينة يا إما ستيكس خشب عادي جدا. وهو ده شكلها. وبكده كل بقى القطع هنعملها على نفس السيستم مفيش أي مشكلة، وزي ما تحبي والألوانات اللي انتي حباها اعمليها، والمكونات اللي حابة تعمليها سواء كان كريم شانتيه أو كريمة سكر أو أي حاجة براحتك جدا. حبيت أقول لكم على كذا طريقة وكذا فكرة للملفيه، ولكن هي دي الطريقة الصحيحة والطريقة الأصلية للملفيه، إن احنا نعمله بالكريم باستري ومربى المشمش. وادي بقى الستيكس زي ما اتفقنا، وبنعمل الخطوط العكسية والطولية مع بعض. وادي بقى كده دي الطبقات بتاعة الستاند بتاع الجاتوهات. فأنا حبيت إن أنا أحط فيها الملفيه وأقدمه فيها، ولكن حسيت إن مش مظبوطة أو الملفيه الحجم بتاعه كبير شوية عليها. تقدري بقى القواعد دي تقلبيها على الناحية التانية وتحطي قطع الملفيه عليها زي ما احنا شايفين كده. أنا حطيت كل قطع الملفيه اللي احنا عملناها سواء كانت بالمربى المشمش كامل أو بالكريم باستري، وهو ده شكلها. بصوا ازاي متساوية والقطع كلها مقاس واحد، وكمان الطبقات هايلة والكريم باستري باين فيها جدا. وزي ما قلتلكم النصيحة اللي تتعمل للملفيه انه يتعمل قبلها بيوم ويتحط في التلاجة علشان يبدأ ان هو يكون مش يابس او ناشف او كريسبي، لازم يكون طري علشان هي دي الطريقة الصح للملفيه. أنا طبعًا ما استنيتش عليه يوم، أنا قطّعت على طول قدّام الكاميرا، فهو ده شكل القطع. بس بجد رائع وخفيف وبسيط جدًا. وشوفوا بقى كام قطعة عملناها من طبقات الملفيه اللي إحنا جبناها دي. ولو إحنا بقى هنشتري القطع دي من برّه ما تعدّوش مبلغ وقدره، عملناها في البيت بكل سهولة وبطريقة شيك جدًا وسهلة وبسيطة ورائعة. أتمنى يا رب النهارده الوصفة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن أو مطبخ سالي. بالهنا والشفا. باي باي.